القشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بسوي القشر اللي هو قشر القهوة. طبعا احنا نعرف حبة القهوة اللي احنا نحمسها ونطحنها ونطبخها ونضيف لها عاد طبعا المطيبات، سواء كانت هيل، زعفران، مسمار اللي هو يسمونه عويدي إلى آخره من المطيبات. لكن هذا هو لا، القشر نفسه اللي هي القشرة اللي مغلفة على نفس حبة القهوة. طبعا هو يباع عند العطار. أنا أخذت من عند العطار وحمصته تحميص. بعد ما حمصته أنا جرشته. كيف جرشته؟ شوفوا أنا ما خليته مطحون ناعم زي القهوة، لا يعني خشن. شوفوا زي كذا. ها طيب القشر هذا وش مكوناته عندي أنا عشان بسوي مشروب القشر؟ مشروب القشر عندي أنا حاطة فيه هنا كمون، شوي من حبة الكمون، شيء بسيط طبعا، وشمر. شايفينه؟ بقرب الكاميرا عليه. شايفين الشمر؟ أنا حاطة عليه، وحاطة عليه زنجبيل، شوي زنجبيل أنا حاطة عليه. زنجبيل طبعا ناشف. طبعا في أحد يحب عادي يضيف له إضافات، في البعض يحب يضيف له دارسين، في اللي هي القرفة، ترجع على الأذواق. لكن أنا لا، ما أحب الدارسين، عشان كذا اكتفيت بنفس الزنجبيل وبنفس الشمر أو تحطين ينسون، ما عندك مشكلة يعني. كيف طريقته؟ طريقته هو إني أنا آخذ على المقدار اللي أنا أبغاه. زي مثلا أنا أبغى شوي بس، آخذ وأحطه في دلة القهوة. شايفين؟ وبغليه، بضيف عليه موية حارة وبغليه. أنا بضيف له الحين الموية، شايفين هو هنا موجود، بضيف له الموية المغلية. بس وأخليه يطبخ شوي. شايفين بدأ يغلي. راح نسكر عليه. طبعا في بعض يحطه بس بالترمس بدون ما يغليه، يصب عليه مويه حار وينتظر تقريبا ربع ساعة بعدين يشربه. طبعا هو مفيد للنساء أكثر من إفادته للرجال، خاصة النفساء هذه يصلح لها، والأشياء الأمور الثانية اللي تخص النساء. الحين بصفيه. البعض يحط معه تمر، يرمي معه كم تمرة عشان تحليه. لا أنا أبغاه، ما أبغاه حالي، لأن باخذ معه شوكولاتة، فأبغاه يكون مر. حاولي الحين أصفيها. بسم الله.
صبيتها بالترمس اللي البعض يسمونها ثلاجة، حطيتها بالترمس عشان تحتفظ بحرارتها. بعد ذلك أقدم سواء عاد كان مع تمر ولا مع حلا